طيب عندنا مثلا ايه اللي هي الاختبارات اللي بعملها على المكنه؟ احنا قلنا طبعا الاكتويشن دي اللي هي ايه؟ الاكتويشن دي بتاعت ايه؟ في الام ار فحص. الاكتويشن دي اللي هخش منها اجيب كبس المكنه ورشه. الام ار فحص، اكتويشن في الام ار فحص بالظبط. لكن في بقى كنترولات تشغيل، قصدي اشغل حاجه افصل حاجه، الكلام ده كله بقى كنترول. لكن هنا في الام ار فحص، بفحص منها ايه؟ دخلت على الكارد اكتويشن F3 F2 تدخلنا على الخطوه اللي بعدها. احنا دخلنا على اكتويشن اول واحده. بص نرقمهم كده، دي رقم 1، ده رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5. تمام؟ رقم 1 اللي هو ايه؟ ده لو انت ايه؟ تعمل تقطيع على الرشاشات. يعني رشاشات ها؟ لا، تقطيع على الرشاشات مش رشاشات. تقطيع على الرشاشات يعني ايه؟ ان انت تفصل الرشاش رقم 1 او الوحده رقم 1 وتسمع الصوت، تفصل رقم 2 وتسمع الصوت. الكشف الثاني على الرشاشات بقى ان انت تعرف الرشاش ده مثلا شغال بكفاءه قد ايه؟ كم % مثلا؟ نديك نسبه قد ايه؟ بالظبط. رقم 2 كبس المحرك. يعني ايه كبس المحرك؟ يعني البستم ده لما بيطلع فوق كل الهواء ده بستفيد منه ولا في جزء بيهرب فبيقلل من عزم المحرك بتاعي، فبعرف منها كبس المكنه. رقم 3 2 ده اختبار خط كبس المكنه. 2 كبس المكنه هندخل عليه دلوقتي. 3 ده الرشاشات بقى. 3 اللي هو الرشاشات، ان احنا ايه نشوف الرشاش ده حده عامل ازاي. يعني كان الكومبريشن نعم؟ لا دي مش معانا. احنا بنتكلم عن ايه؟ سموث راننج كنترول. تمام. الرشاشات. رقم 4 ده الوحدات. تمام. الوحدات اللي هي وحدة حق بتغذي الرشاش. طب رقم 5 اللي هو الكرانك. فاكرين في قلنا في فحص كده بنعمله اللي هو نشوف الزاوية بتاعت كام شفط والكرانك. الاثنين دول متوافقين مع بعض ولا في حاجه مخلوفه معايا؟ الفرام مثلا راكب بشكل غلط او عندي التقسيمه فيها مشكله، يبقى يظهر عندي في الاختبار الاخير ده. ده بعمله دايما في ايه؟ بعد ما خلاص الراجل عمل عمره ركب حاجات مثلا، فانا عايز اتاكد ان الدنيا مظبوطه. تقطيع على الرشاشات ندخل عليه كده، اي حاجه بدخل عليها بس في 3 عشان ندخل على الاختيار اللي انا عايزه. تمام. او انتر، الاثنين بيشتغلوا نفس الحاجه. طيب انا دلوقتي المفروض يكون ايه؟ في اجراءات تقول لي خلي بالك اعملها قبل ما تعمل الاختبار ده. اول حاجه المكنه تكون دايره وتكون دايره على الصلانسيه. تمام. بيقول لك ايه؟ سويتش اوف سلندرز ات ايدل سبيد. انت لما تيجي تفصل السلندرات افصل وانت على الصلانسيه، ما تزودش، ما تدوسش بالاكسلاتير وتفصل، لا تفصل بالاف 1. طب هنا ليه كلهم مسجلين اوف؟ عشان مفيش وحدات اصلا. هو على فكره بيقطع من الوحدات مش من الرشاشات، لان الرشاش ميكانيكا. الرشاش ما يعرفش يفصله، هو بيفصل الوحده اللي بتغذي الرشاش. يعني مثلا احنا بنسميه ايه؟ تقطيع على الرشاشات، بس هو الصح فصل الوحدات، لان الرشاش ده ميكانيكا موصول الجاز، جاي له جاز هيضخ، مش جاي له جاز مش هيضخ. طب ما هو كده معنى كده ان المفروض اختبر الوحدات قبل ما اخش على الرشاشات، قبل ما اخش اقطع على هم ده جزء ميكانيكي عامه مكملين لبعض. هم دول لا مش بالظبط، هو دول مكملين لبعض. مثلا اول حاجه انت في صوت عندك، في صوت كده، في حاجه مش مظبوطه، في ترتيب. يقول لك مثلا بترتب. نعم ممكن يكون الواحده قطعه، الواحده نفسها قطعه، هتبان عندي في الوحدات وهتبان هنا برضه في الاثنين. يعني الواحده دي لو قطعه هتبان هنا وهتبان هناك. طب لو انا على العربيه شغاله هيديني اون؟ المفروض يبقى كل دول اون. طب هو اديني اوف ليه؟ لان مفيش وحدات عندي. ماشي. مش مدور، يعني مفيش عندي حاجه راكبه على العربيه. طب انا لو دخلت على الاختبار ده والعربيه دايره ولقيت فيه 3 منهم اوف و3 اون، يبقى دي مشكله ايه؟ كنترول المكنه. كنترول مكنه. ليه؟ لان عندي كنترول مكنه. كنترول المكنه ده بيكون فيه حاجه اسمها ايه؟ بنك 1 وبنك 2. البنك ده بيغذي نص عدد الوحدات. نص عدد الوحدات. المكنه دي كام؟ 6 سلندر، نصهم 3. لو واحد باظ هتلاقي فيه 3 باظوا مع بعض،
3 وحدات كده راحوا مع بعض، ومفيش حاجات بتبوظ مع بعض. يعني مثلا لو دخلت لقيت فيه 3 حساسات قاطعين يبقى في كوبري واصل بالثلاثه هو اللي عامل المشكله. 3 وحدات باظوا مع بعض، لا مش 3 وحدات باظوا مع بعض، السورس الكهرباء، خط الكهرباء اللي بيغذي الثلاثه دول هو اللي فيه المشكله. فانا رحت داخل هنا ايه، انا سامع صوت ترتيله كده، المكنه مبرجله معايا، دخلت عشان افصل بقى الواحد واشوف الصوت، دخلت افصل لقيت فيه 3 فاصلين مع بعض. يبقى كده ايه، في بنك يعني بنك ده حاجه الكترونيه داخل الكنترول، يعني مش هعمل حاجه بالجهاز، انا هفصل الجهاز بتاعي. الكنترول نفسه هو اللي هيبقى بالظبط في تصليح. يبقى انا هفصل الجهاز بتاعي، افك الكنترول اودي الراجل يصلحه، يغير البنك ده لو فيه مشكله، اللي هو بيقطع 3 وحدات مع بعض ويتركب تاني. فهنا كده عطل خلاص بقى، ملوش تدخل في الجهاز. طب هل يظهر معايا في الاعطال؟ يظهر معايا في الاعطال برضه. يعني لما ادخل على الاعطال الاقي في بنك في الاعطال اللي هي الحاليه بتاعت الكنترول، الاقي بنك رقم 1 في مشكله، او بنك رقم 2 في مشكله.